بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الرسول الأمين وعلى آله وصحبه وأتباعه إلى يوم الدين. بەڕێزان و خۆشەویستان، سەلامی خۆی گەورەتان لێبێت لەگەڵ کۆتا دەرس لە کتێبی الأصول من علم الأصول کە بابەتی فتوا و مفتی و مستەفتی و ئیجتیهاد لە خۆ دەگریت کە ئاخر بابەتە لە بابەتەکانی ئوسولی فقه. سەرەتا دێنە سەر المفتی والمستەفتی. مفتی چێە؟ مستەفتی چێە؟ و شروطی فتوا چیە؟ واجبونی فتوا کەنجنێکە واجب دەبێت. المفتی هو المخبر عن حكم شرعي. مفتی چێە؟ ئەو کەسەیەکەوە خەبەر دەدا حکمێکی شەرعی ڕادەگەینیت. حکمێکی شەرعی بڕیار دەدا و ڕادەگەینیت. حکمەکە هەیە، بەڵام ئەو لە بابەتێکی دیاریکراو قسەی لێ دەکا و حکمەکە ڕۆن دەکاتەوە. مستەفتی چێە؟ هو السائل عن حكم الشرعي. ئەی پرسیار دەکات دەربارەی حکمی شەرعی، بابەتێکە ئایا حکمەکەی چیە، دروستە، دروست نییە، حرامە، مەکروهە. باشە، مەرجەکانی فتوا چیە؟ يشترط لجواز الفتوى شروط منها. كمالك مرزي بيوس لو مرزانا يشترط لجواز الفتوى أولا أن يكون المفتي عارفا بالحكم يقينا أو ظنا راجحا. دبي كسا مفتيك كفتوى دا يقيني بلا حكم الشرعية نكبر إخوي قصيك بريد تأكيد نيسة طاست أو ظنا راجحا، يعني ذكري ظن شي راجح بي، مثلا بيوابي أو حكمة أو بابة دروسته يعني دروسنية ببي أو بلغ الشرعي يعني كالبر دستيتي، وإلا وجب عليه التوقف. أجا نظني راجحي هبو جماني هبو نابي فتوى بدا، ببيع علم نابي فتوى بدا، أو كاتب بي بوستيو فتوى ندات. دومين أن يتصور السؤال تصورا تاما أوش زور جرينجا دبي لبسيارك تيبقى صورتي بسيارك ويني بسيارك بطاوتي لو يرون بتوع ليتمكن من الحكم عليه لو يبتو عن حكم للسوداء. فإن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. علماء منطق سيجي زور جوانيان هي درين حكم دان لسشتك فرع لقى لناسين اشتكى لزانينكي لتصور كنكي، يعني أتو أوكاتد تواني حكم يجي دروز بدرباري كسيك درباري بابتك كأتو كسكد ناسيبي كأتو واقعك تيجي يشتبي. فإذا أشكل عليه معنى كلام المستفتي سأله عنه. أجر إشكالي تدابو قصي مستفتي كتواوتين أجيش بيوست بسياري ليبكا، وإن كان يحتاج إلى تفصيل استفصله أو ذكر التفصيل في الجواب. أجر بيوستي بتفصيل هبو يعني ديوست تفاصيل وربقي دبي بسيار بكاد بري وردكاري لي داوا بكلا أو كسي بسياري لدكا، ويان للجواب كيدا تفاصيل لو باسكا. فإذا سئل عن امرئ هلك عن بنت وأخ وعم شقيق، استكسك ديت لاي زانايك مفتيك بيدلي بياوك وفاتي كردية مردية كتسيشي لدواي بتزيما وكتسيشي لقر برايك لقر ماميشي حقيقي، يعني مامي كذاك براي بابي لدايكو بابي را برايتي ماميتي. باشا آية أو بالسيارة واضحة؟ نا مفتيك نا ببوند اللي يبقى يكسر حكم بدا، فليسأل عن الأخي. طيب بالسيارة لبرايك يبقى تسكن نيجو آية برايك الشقيق يعني لأم يعني لأبا. طيب بالسيارة هل هو لأم أو لا؟ آية أو براي أو أخا زرا يعني براي حقيقية، براي لداتشي يعني براي شقيقة، أو يفصل في الجواب. يعني أقرأ بسيارش لأنك بخوي للجواب كذا تفصيل بدع براي. فإن كان لأم أقر برايكت براي أو مرديا براي أمي بي ومعناك بس لداك براي بي فلا شيء له يتسي لبونية سكو كاتا صاحبي أو هي عصبة هي هم يدبا باقي كيدبا، والباقي بعد فرض البنت للعم باقي كلبو مامكيا. وإن كان لغير أم أديق لبو أم نبو فالباقي بعد فرض البنت له باقي كلباش فرزك سكيلبو ولا شيء للعميس لبو عمكي نامنت. سيمن أن يكون هادي البال، دبي مفتي يعني فكري مرتاح بيت، يعني كسيك نبي لحالته عاجزية زور طورية زور دابي مثلا مشاوشية فكري دابي ليتمكن من تصور المسألة وتطبيقها. لو يبتواني مسألة كي تيبقات وبتواني زي بزيبكات ببي دليل الشرعي كان فلا يفتي حال انشغال فكره بغضب أو هم أو ملل أو غيرها. مثلا لحالتك فتوى ندى كفكري مشغولة يان طورية يان غميتشي هي يان بيزاري يعني هالسبب يشكا. ويشترط لوجوب الفتوى شروط منها. أزلو أوي واجب بفتوى لسركسيك كمالك شرط بيوستا، يعني دائما واجب مفتي فتوى بدان شروطي هي يكم يعني وقوع الحادثة المسؤول عنها.
أو روداوي برسياري لك دبي روي دابي أو زوازب دبيت فإن لم تكن واقعة لم تجب الفتوى كسيك برسيارك بكات كهشتان روي نداوا أو كاتا واجبنية فتوى لأبو بدا لعدم الضرورة كي ضرورتك بيستيكنية إلا أن يكون قصد السائل التعلم ما قال أو كسي برسيار دكا قتابي علم بي دي فير بيت فإنه لا يجوز كتم العلم درسني إنسان علمك بزاني كتمك وبشاريتوا بل يجيب عنه متى سئل بكل حال هل حالتك بسياري لك جواب داته دومين أن لا يعلم من حال السائل أن قصده التعنت أو تتبع الرخص أو ضرب آراء العلماء بعضها ببعض أو غير ذلك من المقاصد السيئة يعني بزاني كأو كسيس برسيار دكا ما بستي أو نية عنادي بيت یان بدوای ئاسانترین شتدا بگەڕێ پرسیاری زۆر کردی هاتی لەو کەسەش دەپرسی لۆی بزانی ئایا ڕێگایەک هەیە ڕێگای پێ بدەن یان بیەوێ قسەی عولەمایان ئەوجا بجێڕیتەوە فڵان قسەی بە فڵانی گۆ فڵان فتوایەکە لەگە فڵان جیاوازە کێشە بێخیتە نێوان زانایان أو غير ذلك يعني لوانش غيري أوانش لما بستي خراب فإن علم ذلك من حال السائل لم تجب الفتوى أجر هاتو أو حالتان الزاني لو كسيك بسيار دكا واجبنية فتوى لبو بدات سيمن ألا يترتب على الفتوى ما هو أكثر منها ضررا نابي أو فتوى دي زرري شوي لي بيابي لفتوى دانك زررك زياتر بي يعني أجا فتوانا دي زررها بي بلام كفتوى بدي زررك بيابي بلام كفتوانا دي زرري شي قورترها بيت إيه أو كاتا أتو واجب فتوى بدي بلام أجل سفتوى كاد زرري شي زياتر رويدا أو كاتا واجب نابي فإن ترتب عليها ذلك وجب الإمساك وأنا دبي فتوى كندا لأن فتنية شي قورة بيادا بيت أو كاتا دبي فتوى ندات دفعا لأشد المفسدتين بأخفهما كما قاعدة كمان يقدو مفسدة متعارض دبي شي هان مفسدة قورة لا يبدين تحمل مفسدة قسك كيدا كاين ما يلزم المستفتي وبنسبة مفتي أدي مستفتي وكسي بسيار دكا أيش أحكام خوي هي طبعا يلزم المستفتي أمورا كومالك شت هي لازم لسه مستفتي يكم أن يريد باستفتائه الحق والعمل به ما بستي لو برسيار كردنا جيشتنا بحق إيش كردنا بحق لا تتبع الرقص وإفحام المفتي وغير ذلك من المقاصد السيئة إنك ما بستي لبرسيار كردنك بدوا قراني كلينك بريقائك بلوي حرامي شي لبو حلال كان يانيش ما بستي بيتنها أو بيت مفتي كي بيدن كابري شرمزاري دكم يعني أشتي لواني نزاني بامتحاني بكم أو ما بستاني نبي دومين ألا يستفتي إلا من يعلم أو يغلب على ظني أنه أهل للتقوى للفتوى برسيار لك سيكنك إلا كبزاني ينظني وابت كأو كسشاني فتوى دانا وينبغي أن يختار أوثق المفتين علما وورعا وقيل يجب ذلك وبيوست لنا مفتي كان شيهان مفتي بتقواترة زاناترة برسيار لوي بكات وهندك ضلن واجبة بدواي باشتريني بقريت الثالث أن يصف حالته وصفا صادقا دبي حالتي خوي برازقوي باسبكا كقول السائل وكوي بسيار النبي غنبرك صلى الله عليه وسلم إنا نركب البحر إما ببحر سواري كشتي دبين ونحمل معنا القليل من الماء يعني آويتش كم نقرأ خمان دبين فإذا توضأنا به عطشنا أجد دسنيوجي بيبشون بو آوي تاني دبين أفنتوضأ بماء البحر آدتواني وآوى لبو خوارنا وبكار بينين وآوي بحر دسنيوجي بيبشون تمشادا كاين سائلك وبسيار كزو بتفصيل وباز دكا نافرمي تنها آية دروست بآوي بحر دسنيوجي بيبشون يانا باسي وضعي خوان دكا الرابع أن يتنبه لما يقول المفتي بحيث لا ينصرف منه إلا وقد فهم الجواب تماما يعني بتواتي آقاداري مفتي بيتسي بيضلي روي لي ورنجري مخوي مشغول كابشتيجكا حتى بتواتي لتزوابكي تيدقا قوانا بي لواني بخالله لي تيبقات باش دين السر بابتي الاجتهاد اجتهاد معناه يتسي لغة بذل الجهد لإدراك أمر شاق اجتهاد لروي زمانواني أوي تواناو ما ديبوني خود السرف كي لإيشي قرص جران واصطلاحا أدي لروي اصطلاحي أصولي بذل الجهد لإدراك حكم شرعي تواناي خود السرف كي ما ديبونت لو جيشتن بحكم شرعي أو اجتهادا والمجتهد من بذل جهده لذلك مجتهد شيء أوي زهد ما ديبوني خود السرف دكا لو جيشتن بو حكم الشرعي شروط الاجتهاد شروط منها اجتهاد كمالك مرزي هي حمو زور اجتهاد يقدر سنية أن يعلم من الأدلة الشرعية ما يحتاج إليه في اجتهاده كآيات الأحكام وأحاديثها
یەکەمیان ئەوەیە مجتهد دەبێت شارەزای دلیل شەرعیەکان بێ ئەوەی پێویستی پێ لە ئیجتیهاددا مثلا وەکو ئاەتی ئەحکام ئەوەی پەیوەندی بە ئەحکامی شەرعی وهەیە ئەحادیثی ئەحکام شارەزا بێ دوم أن يعرف ما يتعلق بصحة الحديث وضعفه كمعرفة الإسناد والرجال وغير ذلك أو شتان بزاني كبيوندي بصحة حديث وايا وكزانين إسناد رجال إسناد حديث كي وتزقل وانش سيمين أن يعرف الناسخ والموسوخ ومواقع الإجماع بزاني شيهان آيات ناسخة شيهان منسوخة شيهان حديث منسوخة سوى نزاني لو أنا فتوى بشتك دا اجتهاد لشتك دا كمنسوخة كابي دبي بزاني إجماع لو مخالف إجماع نزوليته حتى لا يحكم بمنسوخ أو مخالف إجماع لو يحكم بمنسوخ يكندا يان حكم يكندا بيت سواني إجماع بيت أن يعرف من الأدلة ما يختلف به الحكم سارمين الشرط أويا أو بلغانا بزاني كحكمك ببي أو بلغانا دقوري يعني مثلا تخصيص أجر نصي عام دزاني دبي خاصة كش بزاني تسكا دقوري هتا نزاني عام بخاصة كتخصيص ذكري كباسمان كر بيشتر لو أني حكم بعامك داو رتساوي تخصيص كناكا وشتوشي هلا دبيت يعني تقييد مطلقة كمان هي دبي مقيدة كش بزانيت أو نحوي حتى لا يحكم بما يخالف ذلك لو حكم ندى بشتيك بيت سواني أو بينزم أن يعرف من اللغة وأصول الفقه ما يتعلق بدلالات الألفاظ دبي أون دش زي للغة هبيت ولا علم أصول فقه أو بيوندي بدلالات ألفاظ وهي لفظة كانت كو معناه دبخشن كو باس مانكر كالعام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين ونحو ذلك دبي أبابة ليك بكاتو علمي فيها بيت ليحكم بما تقتضيه تلك الدلالات لوي أو حكم بدا ببي أو دلالتان تصدقيني عامك كوا مقيد كوا بوشي وازا حكم بدا ششم أن يكون عنده قدرة يتمكن بها من استنباط الأحكام من أدلتها تواناي هبي بتواني أحكام لدليل كان دربيني تسون تواناي دبي طبعا كسيك شارزابي للقرآن وللسنة عقل وفكري تواو بيتو كسيكي زيلك وبيرتيج بيتو بتواني أحكام هالبنسي والاجتهاد قد يتجزأ اجتهاد دبي مجتهد لها مشتك مجتهد بي مرزنية اجتهاد بش دكري فيكون في باب واحد من أبواب العلم أو في مسألة من مسائله زاني ومان هي بس لبواري معاملات مالي مجتهدة دكري بس لبواري أحوالي الشخصي نكاح وطلاق ووصية وأبابتانا بس لبواري بونمونا جنايات دكريت يعني لمسألة شي تايبت بس لبواري قصاص وقتل شارزايتي زوري يجيش تدرزي اجتهاد أوش دكري ما يلزم المجتهد سلسة مجتهد بيوست لكاتي اجتهاد كردن يلزم المجتهد أن يبذل جهده في معرفة الحق دبي هموت وانا خوي صرف كابوي بقاتا حكم حق ثم يحكم بما ظهر له أو حكم بدا بريار بدا بوي كلوي دركو ببي دليل بلغا كان فإن أصاب فله أجران أجا كم ترخمي نكر ما عندي بوني خوي صرف كرد حكمك راز درتسو دو أجري لبوهيا أجر على اجتهاده وأجر على إصابة الحق أجريك لسر اجتهاد كرنا وهولدانك أجريش لسروك حقي بيكا لأن في إصابة الحق إظهارا له وعملا به سنك لا جيشتن بحق بيكاني حق ودرخستني أو حقي وإشكرنا بحق وإن أخطأ فله أجر واحد والخطأ مغفور له أديك غلطك اللي اجتهادك يك أجري له هيك أجري خو ما عندي كرنا هولدانك يا وغلط كرنكي زي قال لي بردون اللي خوش بنا سنك بيغمبر فرميتي صلى الله عليه وسلم إذا حكم الحاكم فاجتهد أجا حاكم حكم يتشدا اجتهادي كرد ثم أصاب فله أجران أجر إصابي كردو بيكاي أو الدو باداشتي لبوهيا وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر بلام أجر حكم دا اجتهادي كردو غلطي كرد يك أزري لبوهيا وإن لم يظهر له الحكم وجب عليه التوقف أجا مجتهد حكمك لو درنكت دبي بوستيو حكمك بريان ندى وجاز التقليد حينئذ للضرورة أو كاتل بضرورة ذكر التقليد غير خويب كاتو مجتهد إيش كيف كا أو بالنسبة اجتهاد ما هو بس كردني موضوع التقليد تعريفه لغة وضع الشيء في العنق محيطا به كالقلادة تقليد معناه يصير اشتيك لمل بكي صار دورين ملد بدا وكو ملوانكا بيدرين قلادة واصطلاحا اتباع من ليس قوله حجة بلام لاصطلاحي أصولي فقه كذلك فلان كس مقلدة تقليدي أو زانايدك تقليدي أو مذهبيدك معناه يصير معناه شوين كوتني كسيك كقولي أو كسا حجزتني مثلا شو كوتني قولي زانايك
أو تقليد قولي الزانا حجانية أو الزانايا لحجة حكمك ورقتي لقرآن والسنة وإجماع وقياس أو بلغانا. فخرج بقولنا من ليس قوله بحجة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم واتباع أهل الإجماع واتباع الصحابي إن قلنا إن قوله حجة. كابيك فرموي اتباعي كسيك قولك حجانية اتباعي بيغمبر صلى الله عليه وسلم بيناغوتي التقليد قولي بيغمبر بخوي حجة وبلغاء. اتباعي أهل إجماع نابة تقليد سنك أوا اتباعي إجماع بخوي حجة. اتباعي الصحابة نابة تقليد لكن أو كساندرين الصحابي قولك حجة، فلا يسمى اتباع شيء من ذلك تقليدا لأنه اتباع للحجة كبدواك وتني حجة، لكن قد يسمى تقليدا على وجه المجاز والتوسع. بلام زاري واهر بيقول التقليد تقليد الصحابة كده تقليد إجماعي كده وكو أوي برين بمعنى اتباعي كردينك بمعنى إصطلاحي. مواضع التقليد كان جني دتواني تقليد بكين لدو زيغا. الأول أن يكون المقلد عاميا لا يستطيع معرفة الحكم بنفسه ففرضه التقليد. كسيك عامي بي زانا نبي شارزا لآيات القرآن وحديثه لا بلغة الشرعية كان نبيت أو كسا عامي بيدرين أو كسا واجب للسري قصي زانايك وربقريت سكا بخوي ناتواني بقاتا حكمك بخوي بقرة وسر القرآن والسنة تيناغا. لقوله تعالى أخوي قول فرمتي فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالسيار لأهل الذكر كان أجر خوتان نازانا ويقلد أفضل من يجده علما وورعا. طبعا أوقات التقليد باش تريني دكات كبدستي دكي لروي علم تقوى، فإن تساوى عنده اثنان خير بينهما. أجر هاتو دو زانا لكني وكو يقبن لروي تقوى وعلم أو كاتب كيف خوي لشياني برسيار كات تقليد كات درسته. الثاني أن يقع للمجتهد حادثة تقتضي الفورية ولا يتمكن من النظر فيها فيجوز له التقليد حينئذ. زاريو مجتهد بخوي قضية ديتا بيش فوري دبي حكم لسبدا طارئة أو درفتيني بسي اجتهاد بكاولة دواي بلغا كان بقريو تير بفكري أو كاي دتواني قصي زانايا بيشتري خوي دزاني دتواني تقليدي أو زانايا بكالا بضرورات. واشترط بعضهم لجواز التقليد ألا تكون المسألة من أصول الدين التي يجب اعتقاده. عندك علماء ضلين تقليد أو مرزشية نابل لأصول دين بلا عقائد بي سنك أو واجبة اعتقادتها بيتسك لأن العقائد يجب الجزم فيها عقائد بيته بقطعي باورت بها بيزاني. والتقليد إنما يفيد الظن فقط تقليد الظن خوتو سطاسة نازني أو مجتهدا مصيبة يا مصيبنية. والراجح أن ذلك ليس بالشرط بلام داري قولي راجح والشرط نية اجتهاد لأصول الدين دا نكري يعني تقليد لأصول الدين دا نكري لعموم قوله تعالى فرمودي خواهي قول عامة فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نيفرموا في المسائل الفرعية في المسائل الفقهية في غير أصول الدين أوشتان لآيات كنهاتو عامة. والآية في سياق إثبات الرسالة زقلوي أو آية باس بابتي إثبات رسالة بيانبري دكات باس بابتي عقائدية كو آية هاتية وهو من أصول الدين أوش لأصول دينه طبعا. ولأن العامي لا يتمكن من معرفة الحق بأدلته فإذا تعذر عليه معرفة الحق بنفسه لم يبق إلا التقليد. كسي عامي بخوي نازاني بقات حق آية ملائكة هينية إيمان بروجي دوائي كو ملك شتا طبعا نبي لزانان برسيار بكات قصة كيوان وردقري وسيقيان بيدكا كأوان للقرآن والسنة وريان قرتيا لبروش خواهي قورد فرمي فاتقوا الله ما استطعتم. تقوى خواب كان ببي تواناو أو إلى استطاعتان داهي عامي شرعون دي لتوانا داهي. أنواع التقليد باب زاني التقليد سنزوري هي التقليد نوعان عام وخاص. تقليدي عاما هي ككسك لها مشتك تقليدي مذهبك دكا. فالعام أن يلتزم مذهبا معينا يأخذ برخصه وعزائمه في جميع أمور دينه أويتو التزامي بابن بمذهبك لهم إيشو كان الدين ودنيات بون من رخصة كاني يعني اشتكاء وحكمانيك آسان لو مذهب وحكمانيك قرصة هموي لا إيشو كاري ديني بابن بي. وقد اختلف الفقهاء أو العلماء فيه علماء للاختلاف يعني درسته واجبة فمنهم من حكى وجوبه. هذيك علماء دفر من واجبة لسر مقلد وعام تقليدي مذهبي شي دياري كراوكات لتعذر الاجتهاد في المتأخرين أواني متأخرا أوانا ناتوانا اجتهاد كان. ومنهم من حكى تحريمه هندك درين هر حرام التزام مذهبك لما فيه من الالتزام المطلق لاتباع غير النبي صلى الله عليه وسلم لبرو التزامي مطلق اتدال غيري فرمودي بيغمبر عليه الصلاة والسلام. وقال الشيخ الإسلام ابن تيمية تسدل دوباري
قالت إن في القول بالوجوب طاعة غير النبي صلى الله عليه وسلم، أو كسيدري واجبة أو إلي بيادا بك طاعة غير بيغمر بك عليه الصلاة والسلام في كل أمره ونهيه، لهم أمر نهيك، وهو خلاف الإجماع وش بيشواني إجماع لسري واجبنية غير بيغمر صلى الله عليه وسلم إطاعيهم أمر نهي كان بك، وجوازه فيما فيه وجائز بوني بابندبون بمذهبك در تيدا أو تيدا يعني وش قصي لسرة بلام أجر واجبش نبي درسته وهندك زار بيوستا لو يكرزي مسلمانان بتايبتي لبواري عبادات ده. وقال وتسيفر مهروها من التزم مذهبا معينا ثم فعل خلافه من غير تقليد لعالم آخر أفتاه ولا استدلال بدليل يقتضي خلاف ذلك ولا عذر شرعي يقتضي حل ما فعله وإلا فهو متبع لهواه فاعل للمحرم بغير عذر شرعي وهذا يكون منكرا. فالمكسك التزام مذهبي شي دياري كراوي كرت باشان كردوي شي كرت مخالفي أو مذهبي بو بلان ببيو تقليدي عالميش كبكا بهوا وأرزوي خوي ببي أوي بلغيش كي بدس كوي بري ولا لوي مخالفي أو مذهبي بويما ببيو عذريش الشرعي هبيت بلكو تنها بدواي هواي كود هوا وأرزوي طبعا وشتيش حرام دكا ببيع عذريش الشرعي ودبيت منكر. وأما إذا تبين له ما يوجب رجحان قول على قول إما بالأدلة المفصلة إن كان يعرفها ويفهمها وإما بأن يرى أحد الرجلين أعلم بتلك المسألة من الآخر وهو أتقى لله فيما يقوله فيرجع عن قول إلى قول مثل هذا فهذا يجوز بل يجب وقد نص الإمام أحمد على ذلك. فرمي أديقر كسيك التزام بمذهبك كردية بلام لو مذهب لهندك مسائل لا دادات لو قولي تشتكا لبر أوي بلغي لله رون بيتوا كبلغي أو قولي ديك راجحت لأي مذهبك كي التزامي بيهو كردية لبروي بخوي تيدا قال البلغة كان يعني لبروي دبيني فلان زانا بي عالم ترى متقي ترى لو لا يدا لو مذهبه أو كاتي لو قول الرادة لو قولي تشكا لبر دليل يعني لبر تقوى يعني لبر أعلم ترين أو كات درستا بلكو دري هندك درن واجب وكو إمامي أحمد رضي الله عنه سلفت. دومين والخاص أدي تقليدي خاصية أن يأخذ بقول معين في قضية معينة فهذا جائز إذا عجز عن معرفة الحق بالاجتهاد. أوية قولي دياري كرا وربقري الشخص دياري كرا وزانايك لبابتي تايبت نكلهموي ملتزم بمذهبك أو درست أو كاتيك إنسان بخوي توانا اجتهادي نبو سواء عجز عجزا حقيقيا أو استطاع ذلك مع المشقة العظيمة. ذا آية فعلا بخوي تواناي نبي بقاته وحكم الشرعي يعني تواناي هبو بلام زور بزحمة ومشقة چي زور أو كاتي درستا تقليد بكا لبابتي تايبت. فتوى المقلد باشا مقلد دا تواني فتوى بدا مثلا كسي كجوي لزانايك بوا كقصية كردي حكم الشرعي كردي ايش نقلي دا كان لو غيري خوي قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون برسال لأهل ذكر بكن وأهل الذكر هو أهل العلم كأهل علما والمقلد ليس من أهل العلم المتبوعين كسي مقلد بخوي مقلدي غيري خويتي مجتهد نية كوابت بخوي يعني متبوع نية بري أهل علم بخلق تابعي بي وإنما هو تابع لغيره. أبو عمر ابن عبد البر رضي الله عنه فرمى وغيره غيري وش أجمع الناس على أن المقلد ليس معدودا من أهل العلم. ابن عبد البر ده فرميت علماء خلشي إجماع يعني اتفاق يعني هيك مقلد لأهل علم نية وأن العلم معرفة الحق بدليل كعلم زانيني حكمة بدليل ابن القيم ده فرميه وهذا كما قال أبو عمر كابن عبد البر كصاحب الاستعابة بيان العلم وفضله الوها أو ضلت قسكي راسته فإن الناس لا يختلفون في أن العلم هو المعرفة الحاصلة عن الدليل دري خلشي خلافيا لونيا كعلم أو معرفتي لدليل وسر هالضغط. وأما بدون الدليل فإنما هو تقليد ببي دليلة علم كتابي أو تقليده. ثم حكى ابن القيم بعد ذلك في جواز الفتوى بالتقليد 3 أقوال أو زي ابن القيم باش أو قصيا ضليت درست مقلد فتوى بدات سي قولي نقل كردية. أحدها لا يجوز الفتوى بالتقليد ناكل بتقليد فتوى بدي مقلد الزاناية شي فتوى أو زاناية نقل بكي فتوى له غير خذ بدي لأنه ليس بعلم هو علم نية والفتوى بغير علم حرام فتواج ببيع علم حرامة. هذا قول أكثر الأصحاب وجمهور الشافعية أو قصي الزوربي أصحابي
وجمهور الشافعي لسرونه أصحاب مصط بأصحاب الشافعي. الثاني أن ذلك جائز فيما يتعلق بنفسه، درسته بنسبة خوي لو خوي درسته فتوى بدا حادثة جاءت بيش ترجع إلى زانايك فتوى لبو خوي بدا، ولا يجوز أن يقلد فيما يفتي به غيره، والله مناكل فتوى لو غير خوي بدا بو تقليده. الثالث أن ذلك جائز عند الحاجة، درست لكاتي بيوستي وعدم العالم المجتهد، زانايك مجتهد نية لو الشارع لو تزيقايا وأويش جويليب ولا زانايك فتوايك هي زانايك بتقليد لتواني فتواي بيبدا، وهو أصح الأقوال وعليه العمل. أو صحيح ترين دروسرين قول كان وكارش لسر أو ذكر. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. كلام قصي ابن القيم كتايات رحمة خالد السبت، وبه يتم ما أردنا كتابه في هذه المذكرة الوجيزة. فرمي بقصيوي كتايدت أو نسينا أو بختيا، نسأل الله أن يلهمنا الرشد في القول والعمل، دعوة كارن أخوائي سبحانه وتعالى كوا إلهام مام كابي مام بخشي رشد وهوشمندي راستي لقصو لكردار، وأن يكلل أعمالنا بالنجاح وكرد وكان من بسر كوتوي كوتايبت، إنه جواد كريم خوي قورا خوي بخشنديو وخوي خاوني فضل كرمة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سپاسی جێگرتنتان دەکەین، هیوادارین خدای گەورە سبحانه وتعالى هەمومان بە ئەهلی علم حسابکە و لەگەر ئەهلی علمی علماء عاملين حشر ما بکە إن شاء الله تعالى، وكردەوەکانمان لە پێناوی خالصا لوجهه إن شاء الله تعالى، بركت بخيت علم بركت بخيت تمني همولاك إن شاء الله. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.